وكذلك حبيب بريجا ويوسف انور ومنصف شراشم اللاعب السابق لفريق محاولة تسديد تدخل الدفاع اقرب يدير اتحاد طنجة ويوسف برشيد وشباب السوالة من الموسم الماضي. توالي المحاولة زوير مترجي، فرصة تسديدة قوية تمر جانبا بواسطة اللاعب زهير مترجي. نتابع هذه المحاولة، لاحظوا تسديدة قوية، محاولة مباغتة مرمى الحارس مهدي مفتاح من خلال هذه التسديده الراسيه. تلعبات الكره من مترجي داخل منطقه الجزاء، تدخل الحارس مهدي مفتاح اللي كيبعد الكره دائما. محاوله حسين بن عياده والحكم يعلن على الخطا. الحكم يعلن على الخطا على مشارف مستطيل العمليات. كانت فرصه ومحاوله بواسطه حسين الذين يجدون على التسديد. غنتابعوا هذه المحاوله. مترجي تلعبت مباشره فرصه ومرت جانبا، مرات جانبا الكره. اعتقد بان الكره في الشباك مرات بسنتيمترات على القائم الايسر لمرمى الحارس مهدي مفتاح. نتابع اسماعيل مترجي بقوه، الكره مرات جانبا. كانت المتابعه ديال الحارس مهدي مفتاح. فرصه لفائده فريق الوداد واللي شكلت خطوره واضحه. هجومي لفائده فريق البلوديه المجديه بواسطه اللاعب عبد القادر قيبوع. عبد القادر قيبوع دخل داخل المنطقه. بول باسين كان بامكانه يضع الكره في الشباك. محاوله شكلت خطوره، مرتد هجومي اللي قاده عبد القادر قيبوع على مستوى الجهه اليسرى. يمرر بول باسين. عبد الله حمود، يحيى جبران، هشام ابو سفيان، تسديده فرصه وتدخل الحارس مهدي مفتاح. تسديده قويه، تدخل الحارس مهدي مفتاح في الوقت اللي هناك احد لاعبي فريق البلديه الجديه اللي مازال ساقط في ارضيه الميدان اليمنى. تبادل المحاوله بواسطه هشام مرشاد. هشام مرشاد دخول داخل منطقه الجزاء، تسديده ومرت جانبا. هشام مرشاد عمل كبير اللي قام به، الدخول داخل منطقه الجزاء، يسدد الكره مرت جانبا من القائم الايسر لمرمى الحارس يوسف مطيع. نتابعوا من جديد هذه المحاوله، تسديده قويه، الكره تمر جانبا من المرمى. كل الامور ستكون قويه على مستوى اسفل الترتيب. توعد محاوله فرصه بواسطه بوليسامبو جونيور. كانت محاوله لفائده فريق الوداد، عمل ديال زوير مترجي. كره في الوسط لفائده فريق البلوديه الوجديه، محاوله اخراج الكره في اتجاه لاعب يلي صبراح. ضاعت منه الكره بعد ما فقد التوازن. تبادل المحاوله بوليسامبو جونيور. الحكم كيعلن على خطا لفائده المهاجم السنغالي. الخطا زوير مترجي، فرصه والكره في الزاويه. تدخل ديال الحارس مهدي مفتاح، لعبات بكل قوه من طرف المهاجم زهير مترجي. لاحظوا التسديده قويه وسط المرمى. تدخل ديال الحارس مهدي مفتاح الذي يستحضر كل امكانياته من اجل ابعاد هذه الكره. لاحظوا بالفعل لعبتها من الجهه اليمنى، ترفع الكره داخل منطقه فرصه والهدف. هدف اول بواسطه عبد الله حمود في المكان المناسب، يضع الكره في الشباك، وهدف اول لفائده فريق الوداد. فرحه كبيره لجماهير فريق الوداد الرياضي البيضاوي. انتظرنا 33 دقيقه قد يعني تكون الفرصه وقد تكون المحاوله من الجهه اليمنى، وهذا هو اللي كان تمريره عبد الله حمود في المكان المناسب، يضع الكره في الشباك. لاحظوا الفرحه كذلك ديال خوان كارلوس غاريدو والمدرب المساعد اللاعب السابق عبد الاله صابر. اذا دفاع البلديه الوجديه صبر ل 33 دقيقه المده اللي خلات عبد الله حمود في المكان المناسب. لاحظوا عبد الله حمود وحيدا طليقا يضع الكره في الشباك. هدف اول لفائده فريق الوداد. النتيجه تغيرات ليس براس بوليسامبو جونيور ولكن براس عبد الله حمود. هذوما يعني الخيارات والحلول اللي يمكن تجي، لانه كان بوليسامبو جونيور هناك رقابه من طرف المدافعين ديال فريق الوداد. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.